في العراق وصل إلى الخسة، وافق كل مكر في العالم، بل وصل إلى مرحلة حتى أنه يخجل مما يفعله أهل السياسة في العراق. وقال الصرخي في مؤتمر صحفي عقد في كربلاء، قال إن رسالته هي جعل العراق قائدا ومتبوعا وليس تابعا كما كان، لأن العراقيين ما زالوا حطبا للنار بين القوى الشرقية والغربية، داعيا إلى دولة يعيش فيها الجميع بغض النظر عن مذهبه أو ديانته أو قوميته. وبخصوص الوضع في سوريا، قال الصرخي إن الشعب السوري أكثر مظلومية من الشعب العراقي. الشعب السوري هو كالشعب العراقي، هو شعب مظلوم تعرض للظلم والاضطهاد، وهذا ما عشناه وهذا ما لمسناه وهذا ما تيقناه وأيضا تحدثنا عنه. والشعب السوري أكثر مظلومية من الشعب العراقي لأنه شعب فقير. فنحن نعتقد بأن المجتمع في كل البلدان والعراق من خرج لتحقيق هذا الهدف، هذا عموم الخروج وأصل الخروج في التظاهرات، ونحن نؤيد هذه الحيثية من الخروج. المكر السياسي في العراق فاق كل مكر في العالم، وصل إلى مرحلة حتى عنوان القذارة أجلكم الله والخسة تخجل وتستحي مما يفعله أهل السياسة في العراق.